كلشي شاف القناة اللي كيديروا القرآن الكريم مخلط مع الموسيقى والأغاني، ومن فوق هادشي كاينين الناس اللي عجبهم هاد المحتوى. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السطاج الاخر ديال الكفر والشرك بالله. هاد البلان استفز كاع المسلمين، واللي في قلبه ذره ديال الايمان بقى فيه الحال وما داش النعاس في الليل وبقى مبرزق. شكون اللي دار هاد الفعل الشيطاني وكيفاش صاوب هاد الفيديوهات وشنو الغرض منه ولاش باغيين يوصلوا؟ كمل الفيديو حتى الاخر وما تنساش تبارطاجيه باش يوصل الميساج اللي غنقول في الاخر ديال الفيديو. واللي كيعجبك المحتوى ديالي ما تنساش تخلي معك واحد سبسكرايب. مشينا غادي نرجعوا اللور وغادي نبدا لكم من نهار طلونسا الذكاء الاصطناعي، فاش شخصيات كبار في العالم تنبؤوا بلي هاد التكنولوجيا غادي تاخذ واحد المجرى اخر. وفعلا الذكاء الاصطناعي نفع بزاف ديال الناس من مختلف دول العالم، واي حاجه خدام فيها ولا اي مجال انت كاين فيه فراه بالامكان ديالك تستعن بالذكاء الاصطناعي. الاي اي ولا واحد الحاجه مهمه في صناعه الفيديوهات او في صناعه المحتوى بصفه عامه، ولاو بعض التطبيقات كيخولوا لك انك تقاد الفيديوهات غير بالذكاء الاصطناعي، وانت الحاجه الوحيده اللي كتولي خاصك هي تعطيه الفكره مكتوبه، والباقي كامل كيبقى على الاي اي الذكاء الاصطناعي. كيجيب الصور، الفيديوهات، المؤثرات، الالوان، الكتابه، اي حاجه كيمونطي داك الشيء كامل وفي ثواني اولا كاع في دقائق كيعطيك البروجي اللي قلتي ليه. وشفت في هاد الاواخر دراري بزاف كيديروا صناعه المحتوى ولاو خدامين بالاي اي، خصوصا الدراري ديال الريلز والانستغرام وتيك توك، وماشي غير كيديروا هاد الفيديوهات وكيلوحوهم وصافي، ولكن راهم ناجحين في هاد الصناعه وكيدخلوا منها الفلوس، وهاد الشيء كامل اللي كيديروا هاد الدراري باقل مجهود. ولكن شفت في صناعه المحتوى بالاي اي بزاف شفت التعييت ما عمرني شفت بحال هكا. بالذكاء الاصطناعي كيخلطوا القران والموسيقى وكيزيدوا الصور والفيديوهات. يمكن كتبان لك شي حاجه اللي بروفيسيونيل وكيخدموا عليها بزاف، ولكن غير واحد الشخص بالاي اي يقدر يدير هاد الشيء كامل. فاش شفتو اول مره اللحم ديالي تبورش وندمت كاع علاش شفتو. خونا اللي دار هاد الشيء مجهول وباقي حتى شي واحد ما عرفو. استعن بالذكاء الاصطناعي باش يخلط ما بين القرآن والموسيقى، واحدة من أشد الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. شد الإيقاعات ديال الموسيقى الراب أو الار&بي وحط فوقهم آيات من القرآن الكريم، بدل لهم اللحن وزاد لهم مؤثرات صوتية، وحتى من المينياتور ديال الفيديوهات في يوتيوب راهم مخدومين بالاي اي او الذكاء الاصطناعي. واللي كيدير هي انه كيشد الاسم ديال الصوره ديال ايات القران الكريم وكيشد شي كاركتير ديال الرسوم اولا كي كانت، وكيقول الذكاء الاصطناعي دمج ليا ما بين هاد الجوج. مثلا بحال صوره العنكبوت شد سبايدر مان ودار ليه سلهام والعياذ بالله. وهاد الافكار ومن خلال التجربه ديالي في صناعه المحتوى وهاد الكونتنت كامل اللي دار هاد خونا مخدوم 100% بالذكاء الاصطناعي، حيت هو اللي كيديزايني هاد التخربيق بنفس هاد الطريقه. ولكن خلينا من هاد الشيء كامل، والعجيب في الامر هو ان هاد خونا كيجيب مشاهدات عاليه، كيجيبهم في يوتيوب وفيسبوك، وهادو كيتعتبروهم اكبر منصات ديال صناعه المحتوى. ولكن اللي غادي يصدمك اكثر هو ان كاينين الناس كيكومونطيو ليه في التعاليق باللي هاد الكونتوني زوين وكيقولوا ليه كمل. الستاج الاخير في التمجنين ديال صناعه المحتوى هو هذا، واللي لا هاد الشيء غالبا غادي يكون ملحد، وغالبا ما غيكون ما كيحملش الاسلام، و100% غيكون ما كيامنش بالديانات السماويه كاع، حيت واخا يكون كينتمي لشي ديانه من غير الاسلام، المسيحيه، اليهوديه، ما غاديش يدير هاد الحاله. فراه كتعتبر حرام انه يشد الصور من القران الكريم او الايات ديال الله سبحانه وتعالى ويدمجهم مع الموسيقى. المسلمين ككل الدول العربيه ناضوا داروا ضجه على هادشي وبداو عليه بالسينيال في فيسبوك وحتى يوتيوب. وما غاديش نقول لكم باللي راه يوتيوب سدوا ليه القنوات، ولكن غادي يكون هو سدهم من عنده بين ما تفوت هاد الحمله ديال الصينيال اللي دايرين عليه حتى تفوت، وغادي يرجع القنوات. من اكره الصفات البشريه هو بحال هاد الكافر اللي دار هاد الفعله. الغرض الاول ديالو والاخير بطبيعه الحال كيبقى هو الربح، ومشى لاقبح حاجه واللي هي الشرك بالله. ما شوهش راسو في تيك توك، ما نصبش على الناس، ولكن شد حاجه مقدسه وتلاعب بها. اعظم كتاب مقدس في تاريخ البشريه كامل، الكتاب اللي ما عمره تحرف طوال هاد السنين كاملين اللي دازوا، واللي العلماء اجتهدوا باش يفسروه بعنايه.
والله سبحانه وتعالى والمسلمين حافظوا عليه كيف ما نزل على حبيبنا رسول الله محمد. وباش في الاخير تجي تقنيه ديال التكنولوجيا استغلها واحد المشرك بطريقه مرعبه وزعزع القلوب ديال المسلمين، هذا الشخص خاص يتم البحث عنه وخاصو يتعاقب اشد العقاب، حيت المساس بالكتب المقدسه كيعاقب عليه القانون وحتى الشريعه. ولكن اللي كيخلع في هذا الشيء كامل هو ان ناس اخرين تانسبيراو من هاد خونا اللي كيبقى يلوح هاد الفيديوهات وتا هما حلوا شين جديده وبقاو كيلوحوا نفس هذا المحتوى، بحيث انهم لقاو الهمزه. الناس كيدخلوا يبحثوا يشوفوا شنو واقع وكيدخلوا يتلاقاو مع هاد الصفحات الجداد اللي كيديروا نفس المحتوى. يعني هنا رساله لاي واحد كيشوف هذا الفيديو، ما تدخلش تقلب على هاد الشيء كاع. هاد الناس كيستغلوا الفرص ديال البوز باش يطلعوا القنوات ديالهم ويطلعوا المشاهدات. في الصراحه بيني وبينكم الاخوان هاد الوقت اللي وصلنا ليه راهو كيخلع ديال بصح. بنادم ما بقى عارف لا دين لا مله، وحنا عاد ما كنقولوا علاش كلشي غلا ما عارفينش السبب. الموارد ما بقاوش كافيين للبشر، ودي الحقيقه والسبب هي ان بنادم ما بقاش فيه الايمان الكامل، الايمان اللي اصلا خصو يكون ما بقاش. وهذا موضوع طويل واحد اخر اللي غادي ندويو عليه توا في شي فيديو، واللي كاين في المجتمع ديالنا وبين الناس وفي المعاملات بين المغاربه. الا جاب الله طلع لك شي فيديو من هذا المحتوى اللي دوينا عليه في هذا الفيديو، سينياليه بلا ما تفكر، وما تخليوش هذا الشيء يولي طوندونس ويولي القران الكريم كلام الله سبحانه وتعالى لعب ولهو بين بنادم. وهذا كنعتقد انه مخطط، وهذه مجرد بدايه باش يولي كلام الله مجرد غناء. والميساج اللي بغيت نوصل لكم هو ان هذا الشيء خصو يحبس عند حده، ما نتفرجوش فيه، ما ندعموش وسينياليو، لانني كنشوف بلي هذه مجرد بدايه لشي حاجه كبيره مخططين ليها. درني خاطري الصراحه وما حملتش البلان، وهذا الفيديو ممكن يكون مهدد باش يتحيد ويضرب الباج كامله. وما تنساش تجاوبني في التعاليق شنو بان لك، واش اللي دار هذه الفعله وهذا الشيء واش ممكن يكون عربي ولا لا.